عالسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. في فيديو اليوم ان شاء الله باش يكونوا عندنا اسئلة على المجاوزة. الفيديو اللي فات فسرت لكم درس المجاوزة، وعدتكم اللي انا باش نهبط لكم فيديو باش يكونوا فيه اسئلة على المجاوزة. الفيديو هذا راه مهم برشا، راه باش يعاونكم تفهموا الدرس. فما حاجات يعني بسيطة ما حكيتش عليها في الدرس، خليتها بالذمة للفيديو متاع اليوم. ما تفلتوش الفيديو، راه فيديو مهم، راه درس المجاوزة درس مهم، ما تعرفش عليه ينجم يجيك في الاكزامان. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح. وبالله قبل ما نبداو، جوست حبيت نقول راهو مستحق لدعمكم. راهو مازالت شين جديدة، مازلنا ما هبطناش برشا فيديوهات، ما فيها باش تعملوا لايك تعملوا سبسكرايب. كان عندكم اسئلة اكتبوا في الكومنتير، كان عندكم اسئلة ولا حاجة وانا ان شاء الله نجاوبكم في اسرع وقت. اعطيونا رايكم في الخدمة والى اخره. بالحق دعمكم يشجعني على الاخر باش نكمل، وان شاء الله يا ربي الفيديوهات هذوما اللي نعمل فيهم ان شاء الله يكونوا لكم سبب باش انكم تنجحوا في الكود. والعباد اللي كتبوا لي كومنتات حلوين في الفيديوهات اللي فاتوا بالحق يعطيكم الصحة، يعني حاجة تشجعني باش نكمل. وكهو من غير ما نزيد نطول عليكم ندخلوا في الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول: تمنع هذه العلامة مجاوزة العربات ذات عجلتين؟ نعم، لا. كما نشوفوا في التصويرة هذه عندنا علامة منع المجاوزة. فما حاجة مهمة لازمنا نفهموها لهنا، اللي كي تبدأ عندنا عربة ذات عجلتين، موتور ولا بسكليت، لهنا المجاوزة ممكن. علاش؟ خاطر كي انا باش نتجاوز الموتور ولا البسكليت باش نقعد في نفس المسلك متاعي، يعني مانيش باش نقلق الكراهب اللي جايين من الاتجاه المعاكس. بينما كي باش نجاوز مثلا كرهبة ولا دراكتور ولا كاميونة ولا حاجة، لازمني نجبد على اليسار. دونك لازمني نشق الخط هذاك اللي في الوسط ونجبد على اليسار، لهنا نولي نقلق الكراهب اللي جايين من الاتجاه المعاكس، لهنا تولي حاجة أخرى كومبليتمون. اما كي يبداو عندي كما قلت موتور والا بسكليت، النجم نقعد في نفس المسلك متاعي ونتجاوز من غير حتى مشاكل. دونك لهنا تمنع هذه العلامة مجاوزة العربات ذات عجلتين. الإجابة الصحيحة هي لا. السؤال اللي بعده: يمكنني المجاوزة من اليمين؟ نعم، لا. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، المجاوزة ديما تكون من اليسار إلا في حالة واحدة، كي يبدأ عندي دورة على اليسار والكرهبة اللي قدامي تحط أضواء تغيير الاتجاه اليسار، يعني باش تدور على اليسار، وقتها أنا نجم ندوبل عليها من اليمين. أبار الحالة هذيك ديما المجاوزة تكون من الجهة اليسار. لهنا بويسك في التصوير هذيا ما عدناش دورة على اليسار، والكرهبة اللي قدامنا ما هيش عاملة الكلينيتون باش دور على اليسار، دونك لهنا يمكنني المجاوزة من اليمين. الإجابة هي لا. السؤال اللي بعده: هل يمكنني المجاوزة؟ نعم، لا. لهنا الإجابة الصحيحة هي لا. علاش؟ خاطر فما خط متواصل، ونحن قلنا كي يبدأ عندنا خط متواصل المجاوزة تكون ممنوعة، وكي يبدأ عندنا الخط متقطع المجاوزة تكون ممكنة. دونك في الوضعية هذه بويسكو عندنا خط متواصل المجاوزة ممنوعة. السؤال اللي بعده: لمجاوزة هذه السيارة أستعمل المسلك الأيسر، أستعمل المسلك الأيمن، وإلا أترقب رجوعها إلى اليمين؟ والإجابة الصحيحة هي أستعمل المسلك الأيسر. علاش؟ على خاطر كما قلنا كي باش تدوبل ديما تدوبل من اليسار، دونك لهنا كي نحب نقوم بالمجاوزة ندوبل على الكرهبة من جهة اليسار، أستعمل المسلك الأيسر. التالي لهنا يمكنني المجاوزة؟ نعم، لا. هنا الإجابة الصحيحة هي لا. يقول القائل علاش؟ على خاطر الكرهبة اللي قدامي ديجا قاعدة تقوم بالمجاوزة. نحن قلنا كي تبدأ عندنا كرهبة قدامنا تقوم بالمجاوزة لازمنا نستناوها لين تكمل هي المجاوزة متاعها باش من بعد نحن نجم نقوموا بالمجاوزة. اما لهنا مش هذه برك، يعني حتى كي نغزروا المرآة العاكسة للرؤية عندنا كرهبة ورانا لهنا قاعدة تتجاوز فينا. دونك لهنا لازمني نكمل نستنى حتى لين الكرهبة اللي ورايا تكمل تتجاوزني، ونستنى حتى لين الكرهبة اللي قدامي تكمل هي زادة تقوم بالمجاوزة، باش وقتها انا نجم نقوم بالمجاوزة بشكل آمن وما غير حتى مخالفات.
السؤال اللي من بعده: في هذه الوضعية أتجاوز وإلا أترقب عبور المفترق. لهنا في الوضعية هذية كما تشوفوا عندنا العلامة هذه اللي تدل على أنه فما مفترق قدام والأولوية عندي. ولهناش معناها ما يهمنيش أنا في العباد اللي جايين من المفترق هذاك بويسكو الأولوية عندي، يعني كاينها وضعية عادية، كايني لهنا ما عنديش حتى مانع من اني نتجاوز، دونك المجاوزة متاعي ممكنة. لهنا في هذه الوضعية النجم نتجاوز. علاش؟ قول قايل علاش؟ خاطر هو الكراهب اللي باش يجيو من الدورة هذيك بطبيعتهم باش يستناو، ما عندهمش الأولوية. تلقى عندهم مثلا ستوب وإلا عندهم فسح مجال، يعني باش يستناوني أنا. دونك لهنا نجم نقوم بالمجاوزة، ما فما حتى خطر من اني نضرب كرهبة منهم، خاطر هما بطبيعتهم معناها ما همش باش يتحركوا من بلاصتهم. كان ما انا نكمل نقوم بالمجاوزة متاعي، وكان ما كرهبة اللي تجاوزتها ديجا هي تكمل تتعدى على روحها، وهما يفرغوا طريقهم باش وقتها هما ينجموا يتعدوا على رواحهم. دونك دخلت شوية في ديتاي، ما ان شاء الله تكون يا ربي الفكرة واضحة. تعديو للسؤال اللي بعده. نتعديو للسؤال هذايا: يمكنني متابعة السيارة التي تتجاوز. نعم بالي. لهنا يحكي على الكرهبة الصفراء اللي قاعدة تدوبل على الكرهبة الحمراء، يعني قالك لهنا اسكو نجم نجي نتبعها، نشد وراها ونقعد نتبع فيها بشوي بشوي. لهنا برشا عباد باش يقولوا لا. علاش؟ خاطر شنية القاعدة تقولك تبدا عندي كرهبة قدامي قاعدة تقوم بالمجاوزة، لازمني نستناها اللي نتكمل هي المجاوزة متاعها باش انا من بعد نقوم بالمجاوزة بكل امان. لكن الحقيقة كيبدا عندي طريق ذو اتجاه واحد كيما في الكاذية، النجم نقوم بالمجاوزة حتى ولو كان الكرهبة اللي قدامي ما كملتش، اللي هي في الحالة هذه الكرهبة الصفراء، يعني ما كملتش المجاوزة متاعها. علاش؟ خاطر ما فماش كرهب جايين من الاتجاه المعاكس، ما فماش خطر حادث لا قدر الله. دونك لهنا النجم يمكنني متابعة السيارة التي تتجاوز. نعم النجم نتبعها بكل أمان. السؤال اللي بعده: لهنا عندي في هذه الوضعية يمكنني مجاوزة السيارة البيضاء وإلا تمنع المجاوزة. لهنا كما نلاحظوا اتجاه السهم في نفس اتجاه السير متاعي، ونحن غش قلنا في الفيديو اللي فات، قلنا كي يبدأ اتجاه السهم في نفس اتجاه السير متاعي المجاوزة ممنوعة، يعني اعتبارها عدنا خط متواصل. وكي يبدأ اتجاه السهم عكس اتجاه السير متاعي المجاوزة ممكنة واعتبارها خط متقطع. لهنا بطبيعة الحال بويسكو اتجاه السهم في نفس اتجاه السير متاعي، دونك لهنا المجاوزة باش تكون ممنوعة. دونك في هذه الوضعية تمنع المجاوزة. السؤال اللي بعده: في هذه الوضعية يمكن المجاوزة وإلا تمنع المجاوزة. لهنا تمنع المجاوزة بالطبيعة. علاش؟ خاطر كي نغزروا للمرآة العاكسة للرؤية نلقاو الكرهبة اللي ورانا مشعلة كلينيتون، يعني تحب تدوبل عليا، وأبار هذايا عندنا كيف كرهبة قدامنا قاعدة تقوم بالمجاوزة. دونك شنية لازم يصير لهنا كي نحب ندوبل؟ لازمني نكمل نستنى الكرهبة اللي ورايا لين تدوبل هي عليا، ولازم الكرهبة اللي قدامي كيف تكمل الدوبل باش انا وقتها من بعد نجم ندوبل بكل امان. علاش؟ خاطر ديما نقولوا فما كرهب جايين من الاتجاه المعاكس وما تعرفش علاه لا قدر الله تنجم انت تجيب باش تدوبل، تكون الرؤية مش واضحة مغطي عليك كرهبة ولا حاجة تجيب باش تدوبل، تعرض الكرهبة جاية من الاتجاه المعاكس لا قدر الله، ونجم خطر حادث معناها. السؤال اللي بعده: في هذه الوضعية يمكن مجاوزة السيارة الحمراء وإلا المجاوزة ممنوعة. لهنا كما فسرنا في الدرس، كي نلقاو عدنا زوز خطوط، خط متقطع بجنبه خط متواصل، كاني من جهة الخط المتقطع لهنا المجاوزة ممكنة، كاني من جهة الخط المتواصل لهنا تولي المجاوزة غير ممكنة. ونحن بصفتنا في الاكزامبل هذايا بصفتنا جينا من جهة الخط المتقطع، دونك لهنا في هذه الوضعية يمكن مجاوزة السيارة الحمراء. السؤال اللي بعده: العربة التي أمامي تسير بسرعة 80 كيلومتر في الساعة،
يمكنني مجاوزتها؟ A نعم، B لا. باهي السؤال هذايا خبيث شوي. كرهبة اللي قدامي تجري بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، ونحنا قلنا كي نحب ندوبل على كرهبة لازم السرعة متاعي تكون فايتة سرعة الكرهبة اللي باش ندوبل عليها أقل شيء ب20 كيلومتر في الساعة. دونك لهنا كان الكرهبة اللي قدامي تجري بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، لازم السرعة متاعي تكون أقل شيء 200 كيلومتر في الساعة. ولهنا كي نجيو نشوفوا العلامة هذية، لهنا هذية علامة تدل على أنه السرعة القصوى محددة ب90 كيلومتر في الساعة. يعني لهنا حسب العلامة هذية ما نجمش نفوت سرعة 90 كيلومتر في الساعة. دونك بويسكو ما نجمش نفوت سرعة 90 كيلومتر في الساعة، وكان باش ندوبل على الكرهبة اللي قدامي لازمني على القليلة السرعة متاعي تكون 200 كيلومتر في الساعة. دونك لهنا باللوجيك المجاوزة باش تكون ممنوعة. دونك لهنا العربة التي أمامي تسير بسرعة 80 كيلومتر في الساعة يمكنني مجاوزتها. الإجابة الصحيحة باش تكون لا. السؤال اللي بعده: في هذه الوضعية أشغل أضواء الطريق حالا وإلا أترقب الوصول إلى مستوى العربة. ولهنا الإجابة الصحيحة أترقب الوصول إلى مستوى العربة. قل قيل علاش؟ على خاطر كي باش نحل أضواء الطريق وانا مازلت ما خلطتش مع مستوى العربة، لهنا السيد اللي ركب في العربة اللي قدامي لهنا باش نولي نجهرو. علاش؟ خاطر انا كي نحل اضواء الطريق قوية معناها اضواء الطريق اش باش يصير؟ باش يولي الضوء يضرب في المرآة العاكسة للرؤية الأمامية الريتروفيزور وباش يرجع له على عينيه. دونك انا لهنا جهرته. واضحة؟ دونك لتفادي الحاجة هذه الاختار هذه نولي نوصل مع مستوى الكرهبة وقتها نحل أضواء الطريق. كي نوصل مع مستوى الكرهبة وقتها نحل أضواء الطريق. السؤال اللي بعد: قبل المجاوزة أبتعد على الأقل بمسافة نص متر وإلا متر ونص. لهنا القاعدة شنية تقولك يبدأ عندي بسكليت وإلا موتور وإلا مترجل وإلا عربة مجرورة بحيوان كما في الوضعية اللي عدنا تو، نخلي مسافة لا تقل عن 1 متر. كي نجي نتجاوز أي حاجة أخرى بخلاف الحاجات اللي سميتهم نخلي مسافة نص متر. لهنا بويسكو عدنا عربة مجرورة بحيوان دونك المسافة اللي باش نخليها هي مسافة متر. وتوا جينا الآخر سؤال: أسهم الانزواء هذه تعلن عن انتهاء السبيل على أن الخطوط المتقطعة ستصبح خطا متواصلا وإلا على أنه يمكن المجاوزة من اليمين. نحن يظهر لي ما حكيناش عليهم في الفيديو اللي فات خاطر هذوما ما عندهمش علاقة بالمجاوزة. كي تلقى خطوط انزواء في وسط الطريق أعرف راو سبيل باش ينتهي، يعني فما انتهاء السبيل. وهذا هو لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله يكون استفدتوا منه. كما قلت كان عندكم اي سؤال، كان عندكم اقتراحات على الفيديو الجاي، معنا حاجة مش فاهمينها تحبوا نهبطوا عليها فيديو قولونا في الكومنتات. وهذاك هو، يعني ان شاء الله بالتوفيق والنجاح.